مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وعافية. إذا أول مرة تتابعني، وياك مهندس محمد من داخل ألمانيا فرانكفورت. طبعا للناس اللي متابعيني سابقا أحب أنه أقدم اعتذاري على الانقطاع الطويل، لكن مثل ما تعرفون مشاغل الحياة هنا والعمل، فيصعب علي أنزل فيديو. لكن أنا متواصل وياكم على صفحتي بالفيسبوك وأجاوب على كل أسئلتكم. فاليوم قررت أنه أسوي فيديو. هذا الفيديو يخص مهندسين الكهرباء اللي ناويين يجون ألمانيا، سواء عن طريق فيزا العمل، يعني عقد العمل، أو فيزا البحث عن عمل. فهذا الموضوع أو هذا الفيديو هو يعتبر كنز، لأن هذا حيساعدك بإيجاد فرصة عمل. وأيضا من يصير عندك مقابلة، يعني أنت مثلا بالعراق وصارت عندك مقابلة وهي شركة ألمانية، راح تثبت لهم انه انت داخل بالسيستم مالتهم، راح تثبت لهم انه انت فاهم بالمجال اللي انت رايديك بيه. فهذا الشيء راح يساعدك، وراح يعرفون بيك انه انت شخص يقدرون يعتمدون عليه، لان انت خارج المانيا وعندك اطلاع على هذا القوانين، يعني مو صعبة عليك، تقدر تتأقلم ويا الجو. فأي شخص ناوي يجي ألمانيا تدور هواي أسئلة بباله، اللي هي: شلون ماشي النظام هنا بألمانيا، أقصد بخصوص العمل؟ شنو القوانين؟ شنو الكودات والأنظمة اللي يتبعها المعهد الألماني للمهندسين؟ شلون ماشية الدنيا؟ شنو لازم تسوي حتى لا يصير عندك بالبداية صدمة؟ لأن مثل ما تعرفون جو العمل مختلف عن العراق أو عن أي دولة عربية. هنا لهم أنظمتهم الخاصة، لهم قوانينهم الخاصة، لهم كوداتهم الخاصة. فأنت كشخص جديد جاي ولازم تعرف كل هاي الأشياء، يعني مو 100% لازم تعرفها، بس لازم يكون عندك اطلاع عليها. فيفضل انه انت تدرس، تحضر نفسك، تعرف شنو يحتاجون حتى تتأقلم ويا جو العمل بسرعة. فبدون ما أطول عليكم، اليوم جبت لكم محاضرات مجانية تقدر تحضرها وانت بالبيت. هاي المحاضرات هي عبارة عن شركات تقدم زيمينارات، يعني فد محاضرة أو ندوات أونلاين، هدفها إنه يحلون المشاكل حتى لا تصير مشاكل، وهدف هذه المشاكل إنه حتى يحمون الإنسان قدر الإمكان. هسه أثناء الشرح راح تفتهم شنو دا أقصد أنا. فكل اللي تحتاجه أنت، تحتاج موبايل أو حاسبة، بس أنا أفضل حاسبة حتى تكون شاشتها كبيرة. هذا الشي راح يساعدك حتى تقدر تشوف، وأيضا تسجل المعلومات حتى تعيدها مرة ثانية. خلينا نبدي بالموضوع. طبعا أول شي أنت تحتاجه تروح لعمو جوجل، وشنو تكتب؟ تكتب أو زيمي. طلعت عندك أول وحدة، ندوس عليها. هسه هنا ندوس على الزيمينارا عندي أوبا أكاديمي، راح نفتح هذا الموقع مالتهم. طبعا هذا الأوبو بيترمان اللي هو شركة ألمانية. هنا أغلب الشركات تاخذ من عندها، يعني أغلب الشركات المنفذة تاخذ من عندها المواد اللي يستخدموها بمواقع البناء، وهاي المواد تكون بمواصفات خاصة تتبع نظام قانون مهندسين الألمان، حتى أنت كأبو شركة تاخذ شهادات المنتج، لأن أثناء تسليم المشروع راح يطلبون من عندك شهادات المنتج، أيضا أوراق الضمان مال هذا المواد. كل هاي الأمور أنت مطلوبة منك. بعدين يعني أكو جهات ثانية تفحصها وتطلب من عندك هاي الأوراق. فأنت كشركة منفذة مثلا ردت تنفذ مكان ما، لازم يشوف انه هذا المكان هل هو لازم يتحمل مثلا درجة حرارة عالية. مثلا البراند مال دالاجة اللي هو مكان غرفة الحرائق، هاي لازم تكون الغرفة آخر غرفة تحترق بالموقع، يعني تتحمل درجة حرارة جدا عالية حتى
توصل السيجنال الى سكان هاي البناية، سواء كان مكاتب او بنايات سكنية. والشغلة الثانية توصل انه اشارة او سيجنال الى دوائر او رجال الاطفاء حتى يجون ويسيطرون على الحريق. فهذا الكيبل يكون مواصفاته جدا عالية، يتحمل درجة حرارة كلش عالية، 90 درجة أو 120 درجة. هذا كله راح تلقاه مذكور بالمخطط الهندسي اللي يجيك من المكتب الهندسي. أيضا مو بس الكيبل اللي لازم يتحمل درجة حرارة عالية، هاي الشيلة اللي هو الأداة التثبيت اللي تثبت الكيبل بالحائط أو بالأماكن التثبيت، هاي ايضا لازم تكون تتحمل درجة حرارة عالية. لان شنو الفائدة؟ انه هذا الكيبل مالتي يتحمل درجة حرارة ينويسش مثلا، وأداة التثبيت هي ما تحمل درجة حرارة، فأول ما تصير نار مباشرة عليها توقع هي والكيبل وتنقطع الخدمة. فلازم تكون أيضا هذا الشيء يتحمل درجة حرارة جدا عالية. فمختصر مفيد، هذا الموقع يوفر لك كل الشغلات اللي تحتاجها انت بالباور شتيلر، يعني بموقع البناء مالتك، وتمشي امورك بصورة صحيحة وسليمة. بدون ما اطول عليكم، خلي نكمل الشرح مالتنا، بس ردت انه اعطيكم فد مختصر على هذا الموقع. نروح احنا على الزمينارة، عندي اوبا اكاديمي. طبعا هم يقدمون هاي كلها خدمات مالتهم، اكو مثلا بفلوس، اكو مثلا اونلاين، اكو فور اورت، يعني تروح دائما اماكنهم هم بهامبورغ، ميونخ، فرانكفورت، تقدر تحضر فور اورت مثلا، وتقدر تحضر عبر الفيديو. فاحنا نروح اونلاين زيمينار، بما انه انتو هسه حاليا بعيدين عن المانيا، او خلينا نقول انتو بالمانيا مثلا همين حابين تستفادون، فتقدرون تستفادون. نضغط على المير اير فارم، راح يفوتنا للكورسات المتوفرة. فلاش شبيته، اوكي. هنا كل الكورسات اللي عندهم، شوف، 1 2 3 4 واكثر بعد. فنجي على هذا اول شيء، الداتوم اللي هو التاريخ، يعني تاريخ المحاضرة اللي هو 3/3/2023. اسمها برانشوتس تشنش بفستجون مجلشكايتن اون سيستيم اوزفال. نضغط على الانفو. طبعا هاي المحاضرة هي الى الاشخاص الكهربائيين او مثلا المهندسين وعندهم تيم ينفذون مواقع البناء. فنضغط على الانفو. هنا يقول لك الفيراوزيتسونج اللي هي كاينة، يعني شروط، ما مطلوب منك اي شرط. والتاني مقبول اللي هو كوستلوس، يعني مجانية. هنا يرسم لك في شيء مختصر عن الشرح، اللي هو عندك مثلا في شيء تريد تثبته هنا، اوكي. يعني مثلا عندك هاي حفرة نسوي بهذا الحائط من منطقة A إلى منطقة B. الغاية من هاي المحاضرة هو شلون تحمي منطقة A إلى منطقة B. يعني شنو؟ يعني هنا عندنا بألمانيا يصحون له براند أبيشنت، يعني منطقة رقم A مثلا، ومنطقة رقم B. انت الغاية من هذا الموضوع حتى ما ينتقل الحرارة او ما ينتقل الحريق من منطقة A الى منطقة B، فقدر الامكان يحصرون الحريق بمنطقة واحدة حتى يقدرون يسيطرون على المبنى، لا يمشي من مكان الى مكان. فهاي المحاضرة يشرح لك انه شنو طرق التثبيت وشلون تحمي هاي المنطقة الى المنطقة الثانية. واذا صار عندك مثلا حفرة بالحائط شلون تقدر تسدها. لازم طبعا اكو ادوات خاصة او مواد خاصة تسد بها الفتحات، وهاي الفتحات او هاي المواد تتحمل درجة حرارة عالية، بحيث اذا صار حريق ما يتأثر وما ينتقل الحريق من منطقة A الى منطقة B. طبعا هذا الشيء هو همينه تلقوه باللفتونج، بالزناتير، بالهايتسونج، بالكليما تشنيك اللاقة. كل هذا الشيء كل جزء هنا معين يدخل به البرانشوتس ماسنام، اللي هو شلون تحمي انت ادواتك حتى ما ينتقل الحريق من منطقة الى منطقة اخرى. ننزل على الانملدونج. طبعا الانملدونج هو عندك وقتين، 3/3/2023 ساعة ب8 إلى 8:45،
و28/3/2023 بال14:30 يعني ب2:30 إلى ال 15 دقيقة. طبعا أنت من حيث المبدأ تقدر تسجل بهن اثنيناتهم، ما عندك مشكلة. يعني أنت خلينا نقول المحاضرة الأولى لغتك الألمانية مو كلش قوية، مثلا حكى بسرعة ما لحقت تسجل معلومات، فتقدر تحضرها مرة ثانية تقوي نفسك بهذا الشيء. وتقدر تحضر كل يعني المحاضرات، حتى مثل ما قلت لكم صارت عندك مقابلة قالوا لك شنو تعرف عن البراند شوتس ماستر، شنو لازم نسوي انت كمهندس كهرباء، فتقول لهم انا حضرت مثلا مال اوبو زيمينارا اللي هو كذا 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 كذا. انت لو تحكي في شيء مختصر ايضا هم راح يفتهموك ويعرفون بيك انت مهتم. يعني كل شخص يبين لهم انه هو مهتم، حتى يقول لك مثلا هو بينه وبين نفسه يقول لك مثلا هو بالعراق وقدر يقرا على السيستم مالتنا بينما يجي هنا. فهذا راح يكون انسان يعني كلش يساعدنا ويطور من شركتنا، فانت حتكون رقم واحد بهذا المجال. خلي نرجع مثلا نشوف المحاضرة الثانية. هنا مثلا هاي كلها محاضرات، مثلا هنا زيشا سمارت هوم بليتس اند اوبشباننج شوتس اللي هي بالبيوت الذكية. بليتس اند اوبشباننج شوتس، بليتس يعني اند اوبشباننج شوتس اللي هي مال الصواعق. تفوت ايضا على الانفو اللي هي هاي نفس المواصفات، همين يقول لك مجانا. وهنا بيها بس وقت واحد، الوقت الثاني يا اما انه صار فول انحجز كله اوزكبوفت، يا اما هم ما موفرين بس محاضرة واحدة اللي هي 10/3 من 8 إلى 8:45. خلينا ندوس مثلا انمولدونج. طبعا هنا تكتب اسمك، هنا اسم العائلة، هنا الايميل مالتك، هنا الادرس، هنا المكان اللي انت ساكن بيه تقدر ايضا تكتب عراق، وهنا الشركة مالتك اذا انت كنت تشتغل بشركة، وتدوس هذا الصح وتقول له الموندونج. راح يجيك ايميل بيشترطون انه انت سجلت بهذا الكورس، وقبل بيوم من المحاضرة يعني يوم 9 مثلا، هسه المحاضرة يوم 10 فرايداي يوم الجمعة، يوم 9 يدز لك يقول لك انه باشر المحاضرة ساعة ب8 إلى 8:45. فيعطوك لينك، هذا اللينك تدوس عليه يفوتك محاضرة يشرح يعرض انه عبر الداتا شو. وايضا تقدر تسأله اذا صار عندك سؤال مثلا او شيء ما فهمته، تقدر تطرح سؤالك اونلاين ويجاوبك بنفس الوقت. فهذا كل الموضوع. نرجع هنا مثلا هنا عندنا محاضرة مونتاج بفستيجون سيستم انفندش مجلشكايتن اون انستلاسيون انفورماسيون. هنا مثل ما شرحت لكم انه هذا هسه هذا مثلا حديد عندنا شغل اشتال تريجر اللي يثبت او الادوات مالتك. طبعا هاي الادوات كلها تكون ذو مواصفات، يعني مثلا هاي الغرفة مالتك اللي مسؤولة على الاطفاء بها الفاير فايتنج، اوكي، مسؤولة على الاطفاء. فانت كل الاجهزة وكل المواد المستخدمة بهاي الغرفة لازم تكون تتحمل درجة حرارة عالية، سواء 90 درجة أو 120 درجة، هاي يجيك بالمخطط. فتوفر كل هاي المواد أنت، وراها تجيب الكيبل مالتك أيضا يتحمل درجة حرارة، الأدوات اللي تثبت الكيبل أيضا يتحمل درجة حرارة، حتى تضمن سلامة الناس وانتقال الحريق من منطقة إلى منطقة أخرى، يعني تمنع حدوث هذا الشيء. أيضا هنا حاط لك الانمولدونج وقتين، تقدر تسجل هنا وهنا. هنشوف شنو نقدر تستفاد انت كمهندس كهرباء من هاي الشركة. برودكته هسه عرفنا احنا الانترنيمن مثلا. طبعا عندهم هو عبر السيرفيس تنزل على داونلود، يعني مرة اني طلبت هيك كتب. هنا كل هاي المصادر وشهادات، مثلا عندك الشهادة مال الفرجوندوك اند بفستيجون سيستم، اوكي دوس عليه. هاي الشهادة إذا صار عندك أنت مشروع معين يقول لك وين شهادة هذا المنتج، لازم أنت تعطيهم شهادة هذا المنتج. مثلا هذا أفتح لنا PDF، ليش ضعيف الإنترنت. هاي شهادة المنتج سيرتيفيكات، أوكي.
electrical system. وهذا تقريبا مواصفاته كلها موجودة هنا. ايش قد مثلا الشبانونج، ايش قد الامبير، الشوتس اي بي. هنا كاتب لك اياها بالانجليزي، تقدر انت ايضا بالانجليزي وبالالماني تنزلها، وهي توقيع الشركة او الشخص المسؤول هناك. ماشي. تقدر انت تقلب بالموقع مالتهم، راح تستفاد، راح تعرف شلون يستخدمون المواد مالتهم. روح على داونلود ايضا، داونلود برودكت بيشتيلن او شرايبن جزانت ليستن بشانكونج اكليرونج، اللي هو هذا اللي فهمت. شهادة بلاتا هنا يعطيك المواصفات، يعني داتن بلات اللي هي المواصفات مال المنتج. مثلا هنا هذا زي شهادة بلات، يشرح لك على المنتج ايش قد يتحمل درجات حرارة، شنو اللاقى كلاسة مالته، مواصفات يعني على المنتج، يعني تفاصيل كلش دقيقة. ايش قد يتحمل درجة حرارة، تحت النار مباشر، لو ما تحت النار، شنو المواد المصنوع منها الكيبل مثلا، كل هاي الأمور. نرجع على داونلود النور. هيجي سيرفيس، تروح على الكتالوج بيشتيلن. طبعا الكتالوج بيشتيلن تقدر انت تسوي فورمولا ويدزوا لك اياها. هنا تخلي الامثال مثلا 1 او 3 او 2. انا مرة هيك طلبت انه وصلني للمكتب، بس ما اعرف يعني هم يدزون خارج المانيا وما يدزون، ما اعرف. بس داخل المانيا تقدر تطلب هيجي. مثلا تقول له الكابل سيستم، اوكي، الفرجندوغان فليك سيستم، اريد مثلا هذا هم واحد، مثلا هذا نول اريد هنا واحد مثلا، اوكي. وتسوي بشتيلن، تخلي عنوانك، اسمك، اسم الشركة اذا شنو تشتغل بشركة، كل هاي الامور. وايضا هنا تقدر تروح تسوي داونلود، يعني بي دي اف ينزل لك. ان شاء الله يعجبكم الفيديو مالتي. اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار كتبوا لي اياه بالتعليقات وراح اجاوبكم. مهندسين الميكانيك، ايضا مهندسين التدفئة والتبريد، اذا مهتمين حتى ادور لكم محاضرات مجانية مثل هاي تقدرون تحضروها وتستفادون منها، حتى من نصير عندكم مقابلة تبدعون. ان شاء الله اشوفكم عن قريب كلكم هنا بالمانيا، ونشتغل سوا ونبدأ. او اي شيء تحتاجون انا حاضر، اللي يقدر عليه ان شاء الله ما اقصر وياكم. تحياتي لكم، وانتظروني بفيديو جديد. مع السلامة.